هلو حبايبي، أطيب شوربة عدس راح تاكلوها على طريقتي. يلا سوا خلينا نشوف الوصفة. طبعا بالبداية حبايبي، هذا العدس غسلته ويا شوية تمن وغسلتهم زين، وقطعت شوية بصل ودا أحمس البصل بشوية زيت، طبعا إلى أن يصير لونه ذهبي. طبعا هاي أطيب وأسرع طريقة تعمل شوربة العدس، خصوصي بهذا الجو البارد وتاكلوها. هوني حضرت الماي المغلي، وهسه حبايبي شوفوا البصل صار يعني لونه ذهبي وتحمص شوية. أنزل العدس والتمن أو الرز وأقليهم كل الزين، يعني أحمصهم كل الزين ويا بعضهم. وهسه حبايبي راح أخلي التوابل اللي هي عبارة عن ماجي خضروات وكاري وثوم، وأكيد السهم راح نخلي الملح بعدين. فراح أخلي طبعا التوابل انتم شلون تحبون وش قد كمية العدس اللي عندكم. فخليت ماجي خضرة، خليت ثوم مطحون، خليت كاري. طبعا العدس يحتاج كاري حتى تطلع الشوربة تخبل. هسه ورا ما حمست البهارات وياها، راح أضيف الماي المغلي عليها. طبعا بدت الروائح تخبل، وأكيد ملح حسب الرغبة انتم مش قد تحبوها. وهسه راح أغطيها كل الزين وأخليها تنطبخ. هسه أشوفكم من شوية انطبخت ويانا شنو نسوي بالخطوة الجاية. هسه حبايبي شوفوا، هسه نتركه شوية بعدين من شفنا العدس شوية استوى والتمن استوى، راح أجيب يعني هوني خليت حامضهم. وهسه راح أجيب الميكسة مالتي أو اللي نطحن بيها، حتى أطحن الشوربة ما أريد تكون يعني كلها قطع كبيرة، حتى تكون الشوربة ويانا شوية ناعمة وهذا. فهي على النار وهي دا تغلي راح نضربها بالمضرب أو يعني المكسر نسميها، وحتى يعني تصير ويانا شوربة ناعمة. طبعا لازم تخلون حامض، حتى هسه أشوفكم طريقة التقديم. الحامض يعني العدس يحب الحامض ويحب الكاري. وبس حبايبي، ورا ما هم يعني طحناها، هسه نتركها إلى أن تثخن الشوربة ويانا، وصارت أطيب شوربة عدس. شوفوا هسه راح أجيب الكاسة مالتي وراح أشوفكم شلون أني آكلها. طبعا هاي وصفة كلش طيبة بالشتا، خصوصي تدفيكم وتشبع وبيها كثير فوائد. هسه شوفوا خلصت. هسه دا أجيب وأصب. طبعا كاسة تريدون معون بكيفكم، أنا خليت لي شوية بالكاسة. يا سلام كلش طيبة طلعت، جربوها وسريعة، يعني ب20 دقيقة لو أقل من نص ساعة صارت أطيب شوربة. هسه حبايبي راح أخلي هذا السراتشا، هاي الحار طبعا، هاي حسب الرغبة انتم تحبون الحار لو لا، وأكيد عصرة حامض هم عليها وتاكلوها. وأطيب شوربة عدس، وألف ألف عافية حبايبي. جربوها الطريقة سهلة وسريعة والطعم دمار. إذا أول مرة حبايبي دا تشوفون قناتي، قناة مارسيليا المنوعة، اشتركوا بالقناة وانتظروني بالوصفات والفيديوهات الجاية. وألف ألف عافية. باي.